وسع وسع وسع، الاوردر وصل يا ناس يا عسل. تعالوا بقى شوفوا بديل الزبدة الفلاحي وعلى خيرها. زبدة خير بلدنا بيور مفيش زيها. انا بعد ما جربتها قلت لازم اجيب كمية علشان بقى رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين 2025. قلت الحق بقى لان انتوا عارفين الحاجة بتغلى كل يوم، وكل يوم نسمع ده غلي وده غلي. قلت لا، هجيب كمية كبيرة علشان اعمل فطير وحبة قرص وحاجات حلوة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. وقلت لازم انقل لكم التجربة بتاعتي واعرفكم ازاي الزبدة دي بتتجاب منين وتشتروها ولا لا، ونجربها الاول معاكم. بس انا لما جربتها بامانة طلعت حلوة، وريحتها وطعمها تقولوا زبدة فلاحي، وكمان على قد الايد وسعرها حنين. كل اللي عايز بقى يعرف الاسعار وكل حاجة هسيب لكم اللينك ورقم التليفون في اول تعليق مثبت. بصوا بقى، موجود بقى من شركة خير بلدنا بيور. هناك المزارع بتاعتهم فيها عسل نحل وفيها مربى وفيها زبدة سايحة، يعني اللي كل اللي مش عايزة تسيح هتلاقي موجود زبدة متسيحة جاهزة. في بقى بقري وفي جاموسي، بسم الله ما شاء الله. وعندهم جميع انواع المنتجات، مش هقول لكم بقى. كل اللي عايز يعرف هيدخل على اللينك وهيعرف كل حاجة والتفصيل. جبت الكرتونة فيها 10 كيلو، فيها بقري وفيها جاموسي. انت تطلبي حسب ما انت تحبي. عايزاها مشكلة هيجيبوها لك مشكلة، عايزاها بقري بس برضو هيدوها لك بقري بس، او جاموسي برضو، يعني حسب ما انت تحبي. ولو انت عايزة زبدة برضو مسيحة جاهزة ومش قادرة تسيحي، عندهم برضو زبدة مسيحة من غير ما تتعبي نفسك. وعندهم عسل نحل وما شاء الله كل المنتجات بتاعت خير بلدنا بيور ما شاء الله عليها جميلة. والشركة عاملة عروض فوق الخيال، لان الشركة طبعا بتكسب زبون والحاجة بتاعتها مضمونة 100%، وجربوها عن تجربة. بص بقى، لما انا حطيت الزبدة في ايدي ما دهننتش ولا اي حاجة خالص ولا سابت اثر. ازاي ما شاء الله جميلة. انا بدهن ايدي اكني بدهن كريم. بصوا، اللهم صل على النبي، حاجه كده من الاخر. وانتوا عارفين ان انا مش هجيب لكم اي حاجه وخلاص، يعني انا بتكلم وعن تجربه. بصوا بقى، احطها في الحله. لازم بقى حله ألمونيا كده علشان تعرفي تسيحيها، وتحطها على البوتاجاز كده على نار هاديه، هتطلع معاكي خطيره. الا بقى المرته بتاعتها، والله ولادي كلوا المرته من قبل ما السمنه تسيح، بقوا يطلعوا بالمعلقه كده ويحطوا في العيش. جميله مرتتها كده حاجة من الآخر. إلا بقى ما تعملي بيها شوية قرص ولا فطير مشلتت، ريحته هتوصل لحد الجيران. بصوا السمنة الزبدة بقى بعد ما تسيحت، الله أكبر عليها جميلة. زي ما انتوا شايفين دول 2 كيلو. هبتدي بقى أحطهم في البطرمان زي ما انتوا شايفين كده، وما خدوش ربع ساعة ومسكت وجمدت وبقت مرملة وحاجة جميلة. هتعملي بيضة، هتعملي فول، هتعملي اي حاجة، تحطي المعلقة ريحتها وجمالها بيودي لحد اخر الشارع. كل الجيران بيشموا الريحة يقولوا لي ايه ده، انت عندك ايه يا ام محمد؟ قلت لهم زبدة خير بلدنا بيور. اللهم صل على النبي. جربوها واكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم. زي ما انا قلت لكم، ديت الزبدة البقري اللي انا ماسكاها في ايدي دي بتبقى صفرة كده، وفي الجاموسي بسم الله ما شاء الله. اول مرة ادوق طعم زبدة ولكنها زبدة بلدي فلاحة اصيلة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم، واسيبكم على خير. مع السلامة.